مصدر من الأهلي: الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة مارسينيو بقرار من كولر، ولكن البدلاء أمير توفيق مجهزهم. تعرف على التفاصيل. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن آخر تطورات في موضوع مارسينيو هو: اولا، اداره النادي الاهلي لغايه دلوقتي لسه فاتحه ملف البرازيلي مارسينيو، ولكن اللي مصعب المساله طلبات نادي فرونتال كواساكي الياباني من اجل بيع مارسينيو للاهلي في يناير. النادي الاهلي بيعول على رغبه اللاعب البرازيلي في الضغط على اداره نادي الياباني من اجل السماح له بالرحيل للاهلي في يناير، ولكن المشكله تكمن في ان النادي الياباني طالب مبالغ ماليه كبيره جدا الاهلي رافض انه يدفعها لشراء البرازيلي. يعني كده تعتبر الصفقة دي 50% قريبة في الأهلي، 50-50 إنه يجي وإنه ما يجيش. لذا أمير توفيق مجهز قائمة من البدلاء بيدرسهم دلوقتي كولر أثناء تواجده في سويسرا، ولما يرجع من بلاده هيقول لأمير توفيق هو اختار مين بالظبط عشان يكون بديل لمارسينيو في حال فشل ضم مارسينيو بشكل نهائي في يناير.